قرية الحمراء قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة إدلب في سوريا، منطقة حارم ناحية سلقين. تقع على الحدود التركية، ويفصل بينها وبين الحدود التركية نهر العاصي. القرية تعود لآل ديبو، وهم كرد من عشيرة شيخان، وعدد سكانها ما بين 1500 إلى 2000 شخص. فقدوا لغتهم الكردية، لكنهم يقرون ويفتخرون بأصلهم الكردي. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي، وفيها الكثير من أصحاب الشهادات. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة هناك، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية الحمراء لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية. فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الحمراء.